كلنا ماسكين موبايلاتنا في ايدينا، بس هل فكرت في لحظة ان الموبايل ده هو اللي ماسكك؟ اللي حواليك مش شايفين، لكن في جهات بتتجسس عليك لحظة بلحظة. دلوقتي مفيش خصوصية فعلية، اي جهاز متوصل بالنت هو كاميرا مفتوحة على حياتك. تطبيقات بتطلب اذن المايك والكاميرا والموقع. ليه؟ مش علشان يقدموا خدمة افضل، لكن علشان يراقبوك، يعرفوا بتقول ايه وبتفكر في ايه. في تقارير أمريكية نشرتها صحف كبيرة زي نيويورك تايمز أكدت إن بعض الجهات الاستخباراتية حول العالم بقت بتستخدم تطبيقات عادية جدا في التجسس على المستخدمين. يعني ببساطة اللي بيحصل على تليفونك بيتخزن، واللي بتكتبه بيتحلل، وصوتك بيتسجل بدون ما تحس. والموضوع بقى أخطر لما تعرف إن بعض الدول المعادية بتستخدم المعلومات دي علشان تبني خرائط معلوماتية وتستخدمها في الحروب النفسية وتدمير ثقة الناس في دولهم. لكن مصر كانت واعية من بدري واشتغلت على أمن المعلومات وحماية المواطنين، وعملت منظومات وطنية كاملة للبيانات، وبترفع الوعي في الإعلام والمدارس عن خطورة الاختراق ده. وده طبعا بفضل توجيهات الرئيس السيسي اللي دايما بيأكد على أهمية الأمن السيبراني كجزء من الأمن القومي. التكنولوجيا مفيدة، لكن بدون وعي بتتحول لسلاح ضدك. خليك واعي وخلي بالك من كل زرار بتدوس عليه. سؤال ومستني إجابتك: هل عمرك حذفت تطبيق لانك حسيت انه بيراقبك؟ اكتب لنا في التعليقات وخلي الكل يستفيد.